لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوشحاني لواني 1108 لواني كان تفسير القرآن في رزبين وخزمتان ومبست رزامن رب العالمين وهو دانمي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. كواتا رب العالمين دفرمي بلامي توكيدي قسمي وبقدي تحقيق أواني بيشوينغو كاتك كظلميان كرت إيما لناومان بردن لكاتك دا پیغمبرانيان هاتبون عليهم الصلاة والسلام بآيات زور واضح بلام اوان إيمانيان نهنا وما كانوا ليؤمنون نجد با إيمان بينن لبري خواهي قورتهم في قناك لبو إيمان لبري بخواهي پشتيان تيكرديا يتربو الشيوه خواهي قورة سزاي كسانيك داداتوكا ومجرمن. مناسبة آيات لقال آياني بيشوتر وكو ابن عاشور دلي أنه عاد الخطاب إلى المشركين عودا على بدئه. كواتا ديسان خواهي قورة سبحانه وتعالى لو آتا باز لمشركة كان دكا وكل سرتا باسي كردن سرتا دا إن ربكم الله الذي خلق إلى آخره حتى أكل تعلم عد السن والحساب لا تسيتا بينز بمناسبة التماثل بينهم وبين الأمم قبلهم في الغرور. كواتا لرجدا ما بستك أوي هاو شيوي بين مشركة كاني أو سردما لقل مشركة كاني بيشوتر كهر همويان هاوشيوان لغرور لتكبر بابن سربيتي بتأخير العذاب عنهم كاتك وخير العذاب تأخير ذكا أوان لخو دردسا زياتر حتى هلك حتى حل بهم لذاك فجأة حتى وكو لناكاوتي أو ذا عذابي بهلاك سندة السريان إتر أو آتاج دلت تهديد وهروها هانيان دلبو أو يكوا بنورجرن لحال أمتكان بيشو تريان. بقاعدة وأيضا لما كان محط نظر الكافرين الدنيا لكاتك داكوا زيقاي نظري كافر كانوا بيركرنوي كافر كانوا أو كوا تنها لبرتساوي تنهاجيان دنيا وكان ما سبق صريحا في الإمهال للظالمين والإحسان على المجرمين أو أنا بيشو آيات كان بيشو تريش زول بصريح خواي قرباس لوكركوا خواي مهلد داتك سانشي ظالم وتاكشيان لقل ذكاء أتبعه بقوله تعالى مهددا لهم يتلير دا خواهي سبحانه وتعالى تهديديان دكاتا كواواز لو قناه سربيتيو لو طغيان إخوان بينا. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا أي ولقد أهلكنا بالاستئصال ومتكاني بيشنقومان لنا بردن بشيوية كوا استئصال للرشدة وكل رقو رشوة هل ما تشيشان أو أمتاني كوا بيشي أمتكاني مشركي سردمن لبرسي لنا يبردن لما أشرك أهلها بالله كاتكوا شريش يعني بخواي قول بريار داو كاتكوا بيغمبرانيان بدروزاني كاتكوا فرمانكانيان أنزام نداو خوان لقد أخراو كان نباراست. وهو ابن عاشور دلي أو آت فيه توكيد التهديد والوعيد أو آت براستي زياتر بابلين تأكيد دكات ولسر حرشكاني خواهي قورة سبحانه وتعالى لبروي بلامي توكيدي قسمي وبقدي تحقيق سدس بذكا ولقد أهلكنا. قرون طبعا جمعي قرنيش لقرآن بيروس هاتية بمعنى قوم أمت هاتية كواتا قوم أمتك لخلشي كالمقترنون في زمن واحد قومك أمتك كوا ليك زمن داجيين
غير مقدر بمدة معينة أو قرنش راستي تقدير نكرا بمدة دياري كراو إتر داقو تري زانان دالين هندك دالين هر قرنك 100 صالة هندك دالين 8 صالة هندك دالين 6 صالة وغير أو شيء إتر بابين قرون كجمع قرنة لا أصل ولا اقتران هاتي اقتران اجتماع شيئين أو أشياء في معنى من المعاني كواتش دوشت ياخذ زيادة لدوشت لقال يك كوب بنوا لبر بابني معناه لمعناه كان كواتلو أمت ياخذ أمتك ياخذ جماعة في قرن لبر أنا لسر شتيك لسر قوميتك لسر دينك لسر مذهبك لزمانك لزمان كان كوب بنوا بيان دقوتري قرن ممن نص على أن المراد بالمخاطبين هنا أهل مكة مقاتل بن سليمان والقرطبي كواتا ولقد أهلا قرون من قبلكم أو كلير داخوا يقول خطابيان لقلدك وكو مقاتل كرو سليمان وقرطبي دلن ما بستي كم يأخذ مخاطبي كم تشينا أهل مكة وذكر ابن جرير أنهم المشركون بربهم والله ابن جرير الطبري رحمة الله طلع همو مشركة كان أو مشركة بپروردگاري لقى هم يعني خطاب دكا لتفسير منار دل سبب هلاك الأمم السابقة وقوع الظلم منهم أو آتبالغي لسرويكوا لنا وتسوني أمت كان بيشوتر هاتنا عذاب لبويان عذاب هات السريان بسبب السيا وقوع الظلم منهم وكا ظلميان كرديا وهروها لتفسير منار دل الخطاب لأمة الدعوة المحمدية كواتا خطاب لبو همو أمتي دعوة كواتا بيغمس خاص أمي دعوه أمي إجابه أمي دعوه واتا همو أواني مشمول بخطاب بيغمس صلى الله عليه وسلم أو بيغمس أمتي دعوة كواتا أواني ولا مجددا أنا أمي إجابنا كواتا أو خطاب دليل لبو همو أمتي دعوة محمدية صلى الله عليه وسلم همو أواني مشمول بدعوة بيغمس صلى الله عليه وسلم وجه أولا وبالذات إلى قوم النبي صلى الله عليه وسلم وأهل وطنه مكة طبعا يكم قوم كوا توجيهي عند كريتن أواني كوا بيغمس صلى الله عليه وسلم لنا ينبو أهل مكة كصورة كرنا أوان دابزية فهو التفات يفيد مزيد التنبيه وتوجيه أذهان المخاطبين لموضوعه كواتا خاي قولك بابنا ليردات خطابة كذا قولوا توجيه دكاتا ولقد أهلك قرون من قبلكم تفرمي أو أسلوب خطابة لبو أوي كوازياتر سرنجي مخاطب رابشيشي سرنجي رابشيش كوا أقادار بالأقال تويتي لقال تويت طبعا دلي همو أمتي دعوة محمدي مشمولا وطبعا يكم أمتي كبي مشمول بن أو أمة أبو كوابي عن صوت لنا ينبول أهل مكة وجاءتهم رسلهم بالبينات أي وأتت الأمم الماضية رسل الله بالمعجزات والبراهين الواضحة التي تدل على صدقهم كاتب بيغمبران كلبوان روان كرابون لبو أمتان بيشوتر بيغمبران لبو روان كرام بأنواع معجزات يعني بيبو أو معجزانه هموي بلقبون لسروي كوان رازقون كبيغمبر إخوانا بلام وما كانوا ليؤمنوا أي فلم يكن أهل القرون الماضية ليؤمنوا برسل الله الذين جاءهم بالمعجزات بلام أو أمتان بيشوتر كاتك بيغمبران يا أبو معجزات بروان كرام أو زال قال أوش إيمانيا نهنا ياخذ ندب إيمان بينا لأن الله طبع على قلوبهم لشدة كفرهم ومعاناة من الحق بريئان سبب كتسيا كأخوي قول بريادة بأوان إيمان ناينا لنتيجي أوابك وأوان زور لكفر يشي تنبونو عناديان لقى الحق ذكر كواتب راستي وسنة أخوي قوله كسي كوا پیامی خوای گوری لرجای پیغمبران و علیهم الصلاة والسلام پیداگاه خود لرجای میلاد گران پیغمبران و علیهم الصلاة والسلام پیاندگاه کاتی که انسان پشتی تکر عنادی لقلو حق کوا پاش ویلوی بدیار کود لنتیجه خوای گوری مور لصد لکید داو او کاتا ایمان ناینی وكوز مخشري التأكيد اللام لتأكيد النفي وما كانوا ليؤمنوا أو لام للتأكيد نفيا أي وما صح وما استقام لهم أن يؤمنوا كواتا نبويا نهت يأتي الإيمان بينا لفساد استعدادهم أصلا أو استعداد إيمان هنا النبوة لنتيجة وخذلان الله تعالى إياهم كأول أصل استعداد نبوة خواهي قورش سبحانه وتعالى توفيقنا بخذلان ذكا توفيق يا المدخول لذا شيشتو إنسانا إيمان نايني
أو وما كانوا يؤمنون حقا تأكيدا لنفي إيمانهم يأخذ بما ناجده ما كانوا يؤمنون حقا كواتا أو بحق إيمان ناينا كواتا ديسان تأكيد لبو نفي إيمان كان كذلك نجزي القوم المجرمين أي كما أهلكنا أهل القرون الماضية من قبلكم هل وكو أواني بيشوين جو لنا وما بردن أيها المشركون أي أو كسان كوا رجع شركتان قلت تبر هل وكو أمتكاني هاوشي وينجو ما لا رابردو بلا ناوبرد بسبب الشركيان أبوشي ويش أنجوش لنا ودبين أجر توبنا كانوا نجرنوا إيمان نين بخوا سبحانه وتعالى بيغمبركاني عليهم الصلاة والسلام ونهلك كل مشرك وكافر كذلك كواتحمو مشرك وهم كافر لا نتيجة كبر دوام بو بروه لا كدتي لباش أو رب العالمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون كواتا خير سبحانه وتعالى فرمي لباش أوان ما لنا وبردن ثم جعلهم خلائف في الأرض من بعد أولئك الأمة التي أهلكها الله لدوائي أمتاني كوا خواهي بهلات بردن إيتر أو أمتي كموجودة خواهي قولات كرديت جانشيني أوان لينظر كيف يعملون تاوك تمشاك أوان كو هالسكو الدكان مناسبة أتلقى البيش خوي وكل منار أن هذا الخطاب معطوف على الذي قبله أو خطابة هر معطوفة وأتى عطف لسر خطابك بيشوتر أي ثم جعلناكم خلائف الأرض من بعد أولئك الأقوام كلهم كواتأنجوما كتخليفة وزينشين لدواي ومتكاين بيشوتر بما آتيناكم في هذا الدين من أسباب الملك والحكم وقدرناه لكم باتباعه كواتأنجوما كرت زينشيني أوان أو دينش مع لبونجروان كرت أو دين أجر اتباعي بكن خواي جور الدنيا وملك دنيا اشتان داته إذ كان الرسول الذي به جاءكم وخاتم النبيين أو بيغمبري كوا أو ديني بيروان كري عليه الصلاة والسلام خاتمهم بيغمبرانا فلا يوجد بعد أمته أمة أخرى لنبي آخر لباشي أو بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيغمبرش كناية وأمتيش كبيتا فالله يبشر قوم محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كواتوا آتا وكو مجديك لبو قوم بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بأنها ستخلفهم في الأرض إذا آمنت به واتبع النور الذي أنزل معه كواتا مجدي لبو أمتي كبيغمبر يعني لبو رغانا كريا صلى الله عليه وسلم أجر بيتو إيمان بو بيغمبر بين أجر اتباعي بكن أو أخواي قول سبحانه وتعالى دان كات خليفو دان كات جينشين لسروي زبيو وأهلها ملشي أو زبيان تسليم دكاء بقاعدة أيضا لما صرح تعالى بأن الجزاء المذكور عام لكل مجرم كاتك والآيات بيشو ترخواي قولا تصريح بوداو بياني كركا أو عذابا لبو هم مجرميك كوا لنابيان دبا ليردا دفن ثم جعلناكم أي أيها المرسل إليهم أشرف رسولنا أي أو كساني كوا بابرين قورترين بيغنبري خوما كوا محمد المصطفى لبون قومان نارديا خواهي قول سبحانه وتعالى دفرمي أنقو دكينا خلائف الأرض من بعدهم أنقو دكينا خليفة زينشين لدواء ومتاكرنا وبردن فيتعلق نظرنا بأعمالكم تخويفا للمخاطبين من أن يجرم فيصيب ما أصاب من قبل تاوكو تماشاتان دكين أنقو ما كتا خليفة لدواء أوان وبيغنبر مالون قروانا كري أقربيتو اتباعي بكن أو أخوي قدتان كاتت زينشين وبابرين دا صلاة وملك أو دنياتان تسليم لك بالام أجر سرپێچیتیان کرد وەکو ئەو ئومەتەکان پێشووتر کەوا سەرپێچیان کردیە ئەوە وەکو چمان بەسەر ئەوان هینا ئەوها بەسەر ئەنگۆش دەینن ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم أي ثم جعلناكم سكانا في الأرض كواتا أنقوما كرتا زينشين لسر رويزوي تكونون فيها من بعد الأمم الماضية التي أهلكناها لو داي أمتانك لنا وما بردن لا تفسير خازن هذا خطابك لبو أهل مكة كوا يكم كز مخاطبا أهل مكة كوا كلزمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم جاينا ثم جعلناكم أيها الناس خلائف في الأرض من بعد القرون الماضية الذين أهلكناهم كواتا وكو معلومة كم زار خطاب لبو أو مشركان كوا لزمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم لبو أمتي كوا لزمان بيغمبر صلى الله عليه وسلم موجود بون أو زدواج لبو هم أمتي كان لدواتره خلائف أي سكانا يخلف بعضكم بعضا خلائف واتا
جيل لدواي جيل كوا لدواي يقدين لابن خليفة. لننظر كيف تعملون أي استخلفناكم بعدهم لننظر أي عمل تعملون من أعمال الخير أو الشر. كوات أخوي سبحانه وتعالى أنقول كتا خليفة لدواي أوان تاوكو تماشاتام بكا كو هەڵسکەوت دەکەن ئەگەر بە چاکە هەڵسکەوتکەن تاوەکو بە چاکە پاداشتان بداتەوە و ئەگەر بە خراپەش تاوەکو هاوشێوەی ئومەتەکانی پێشووتر چی بەسەر ئەوان هینا ئەوها بەسەر ئەنگۆش دابینی. لا مجموع فتاوى ابن تيمية رحمة الله دفنري أو آتى لننظر كيف تعملون ضلي أو الشيق لو بلغاني لسد إثبات صفات اختياري لبو خواهي قورة سبحانه وتعالى. خواهي قورة صفات اختياري هواتا باختياري خوي هنديك لصفات كان لو كاتك ديوي أنزام الدا ففيه إثبات صفة النظر أو آتب بلغيت ذا لسرويكوا صفة تماشا كردن لبو خواهي قورة ثابتة كصفتش اختيار هر كاتك بيوي تماشا دكا سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.